السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي وصفات متنوعة على طريقتي الخاصة. اليوم جبت لكم وصفة راح تعجبكم بزاف بزاف وبدون فرن بدون طهي، يعني اللي راهم روطار، يعني باش يديروا الكاطو ولا اكو شفتوا بعجينة واحدة تاع جوز الهند راح نديروا هاد الاشكال هادو. قبل ما ندخل في التفاصيل وكالعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بدون إطالة مع الوصفة. خديت اناء راح ندير 250 غرام تاع جوز الهند يكون مرحيم مليح، لازم ترحوه مليح. انا راح نضيف الحليب المحلى. بالنسبه للحليب المحلى ما نقدرش نعطي لكم بالضبط يعني الميزان تاعو. يعني انا واش درت 250 غرام من تاع جوز الهند، اضفت له هذيك العلبه اللي تشوفوا فيها تقريبا 500 غرام، يعني درتها كامل وزدت طيبت ودرت شويه باسكو ما كفانيش. انا درت في حسابي تكفيني فينالمون ما كفاتنيش. هنا لازم تخلطوا مليح مليح هكذا بيديكم، ميم كي تخلطوا اعطوا له حقه حتى تولوا يعني تحصلوا شغل شويه على كره هكا وهكذاك، وخلوه يريح باش كي يريح تتاكدوا اسكو من بعد راح تزيدوا له شويه ولا لا. انا درت كامل علبه، وشنو درتها بشويه بيان سور، درت بشويه لكن كملتها فيها 497 حاجه هكذا. ومن بعد كشت يعني ما كفانيش، عجزت نروح نخرج نشري، زدت طيبت له في الدار وزدت عطيت له يعني حقه، زدت شويه حتى وتحصلت على عجينه متماسكه. بون في هذه المرحله اللي تشوفوا فيها قدرت نشدها، ولكن لازمني نخليه يريح. انا خلوه يريح في انتظار باش يريح. واش نروحوا نديروا حاجه اخرى. خديت هنا راح نديروا انواع واحد اخرين. شوفوا هنا خديت شوكولا بيضاء 100 غرام وشوكولا سوداء 200 غرام. هذيك اللي فيها 200 غرام درت لها ملعقتين كبار نتاع الزيت العاديه وزيت نباتي، وهذيك البيضه ثاني درت لها 100 غرام درت لها غير ملعقه، يعني لكل 100 غرام حديروا ملعقه كبيره نتاع الزيت العاديه. ومن بعد واش ندير، خلطتهم. دوك انا الشوكولا حنقسمها على 2 باش ما نخسرهاش كامل، نحتاج غير بشويه، نخدم بشويه. درتها في الميكرووند وما تقدروا ديروها في حمام مائي. هاد الشوكولا البيضاء قسمتها على 2 ايضا، ودرت لها ملعقه صغيره نتاع الشوكولا السوداء. وكي نعود نخلط ما نخلطهاش مليح، نخليها شغل ديكغادي. واش نولي ندير، نولي يعني نطلي هذا الليمون تاع السيليكون. كل لون راح نستعمل بانسو تاعو. باغ اكزومبل الابيض درت له بانسو صغير تاع الابيض باش نستعمل غير الابيض، وهذيك السوداء ثاني درت لها البانسو تاعها، وهذاك اللي مخلطه ثاني درت لها البانسو تاعها. هكذا باش ما نخلط سيرتو باش نحافظوا على داك اللون. شوفوا هنايا انا ندير اللون الابيض بالبانسو بطريقه يعني عشوائيه، يعني مش راح نديرها فريمون، ديروها بطريقه عشوائيه برك. فرقوا ما بين الابيض، باغ اكزومبل حطيتوا البيض ما ديروش يعني في جهه واحده، فرقوا وهذاك الفارق اللي بيناتهم ديروا لون اخر، اما الاسود اما هذه المخلطه اللي تشوفوا فيها. يعني شوفوا الطريقه راح تفهموا بلا ما يعني نقدر نفسر لكم، غير تشوفوا تعرفوا. شوفوا انا درت هذه اللي خلطتها بالابيض باش يعطينا اللون ماغون ديغرادي، ما يجيناش هكذاك كيما تشوفوا. وهنايا راني ندير الاسود. وشنو انا كي ذوبتها خليتها حتى بردت لي، يعني قعدت ثقيله وهي ثقيله استعملتها. علاش؟ باش ما حاش ندير انا دوزيام كوش، ما حاش ندير دوزيام كوش، قلت ندير ضربه واحده. وانتم شوفوا لا فغيمون شتوها خصتكم تقدروا من بعد تزيدوا لها كيما راكم تشوفوا هنايا. هادو هما الالوان اللي تحصلنا عليهم. نديرها في المجمد ونعاود نولي هنا الجوز الهند تاعي. هنايا قلت لكم بعد ما ريح حسيت بلي نزيد له، وزدت له شويه وراح نزيد. يعني استعملت كاس واحد اخر، ولكن الكاس هذاك ما فرغتوش كاع، قعدت نزيد بشويه بشويه حتى قعد لي منه شويه واحد الربع هكاك. هذاك الشيء قلت لكم ما نقدرش نعطي لكم بالضبط يعني الغرام تاعو. قعدوا تخلطوا فيه هكذايا حتى تحسوا بلي معسل في يدكم، ما يجيش هكذاك ناشف، لازم يجي لكم هكاك معسل، تحسوا بلي معسل في يدكم. وشوفوا انا راني كونت هذيك الكره، هذه هي. ودوك واش نديرو، نروحوا هنايا اما تحبوا توزنوهم 20 غرام، تحبوا تنقصوا على 20 غرام تجيكم كبار، ولا او ديروا عندكم هي ميزانكم وتكوروا. يعني هذا هو الشكل الاول. هنا تحبوا تكوروهم تخلوهم سامبل، او تحبوا ديروا لهم حبه تاع بندق ولا حبه تاع لوز بقشور ولا بلا قشور وكاوكاو، هنا كيما حبيتوا، ولا تخلوها سامبل. وتقدروا مام من بعد باسكو انا من بعد راح نغطسها في الشوكولا. كاين بالك اللي يحبوها غير سامبل هكذايا يدير لها غير ورق الذهبي وخلاص. دوك هادو ما كامل يعني ما كل واحد كيفاش يحب الحاجه. انا نعطيكم برك افكار وانتم يعني ديروا واش يخرج عليكم. وشنو حنا في المناسبات نحبوا نزينوا ونحبوا نشبحوا، نجي نعولوا على حاجه ندخلوا في حاجه اخرى. هذه هي. شوفوا هنايا كاين حبيبات انا اللي درت لهم حبه تاع البندق
قلت لكم نتوما كيما حبيتو. كيما راك تشوفوا هنا الترموي ديالي تلصق، رحت غسلتها، خديت ملعقه وراني نخدم بالملعقه. كون نحس هايدي تعمرت بنواه كوكو نعاود نغسل نعاود نمسحها باش هكذاك نقدر نتحكم في الكريه، وكي نعاود نخلطها تخلط لي مليح باش ما تكسرليش هذيك الكريه، باش نقدر نتحكم فيها كي نعود يعني نكور فيها. نتوما تاني كي تشوفوا يدكم تعمرت يعني بنواه كوكو ولا غسلوا مسحوها، حطوا منشفه قدامكم هكذا في كل مره تكوروا ولا يعني تحسوا بهذيك الحبه هذيك. ومن بعد خديت شوكولا 100 غرام واحده اخرى تانيك، نغطس هاد الكريات، يعني ديك 100 غرام ما استعملتهاش كامل. نتوما وقتكم ديروا على حسب الكميه، باسكو هذاك نواه كوكو محاش نديرو كامل في الشوكولا البيضاء، باسكو تشوف الكريات اللي بقى لي في نواه كوكو درت واحد 20 حبه، اللي بقى لي من هذاك نواه كوكو اللي خدمنا بالحليب المحلى هذاك رايحين نخدم بهم هذوك القلوب اللي شفتوهم هذوك تاع ليمور تاع السيليكون، يعني راح نحتاجوه. هذاك الشيء انا ما حبيتش نديرهم كامل كريات في البدايه، كنت راح نديرهم كامل كريات، بعد عاود خممت قلت علاش ما نخرج منهم اشكال. وما الانسان يزين المائده نتاع العيد تاعو، يعني ماشي لازم ديري نوع واحد تقعدي في نوع واحد وتكثري، ممكن بعجينه واحده ولا بمقادير يعني اللي تخدمي بهم تنوعي في الاشكال، هكا يبانوا لك ولا كي حطيتي شحال من نوع. شوفوا هنا بعد ما غطسناهم في الشوكولا البيضاء لازم تغطسوهم ومن بعد نمرمدوهم في نواه كوكو كيما راك تشوفوا. ومن بعد خديت هذه كلمسه، خديت هنايا الورق كيفاش نقولوا هذيك لابوشادوي، درت لها ثقب صغير هكذا، وراني يعني ندير هاد الخطوط هذوما. الكيس الحلواني انا قريب ننسى، الكيس الحلواني هذاك درنا غير خطوط، هنا تقدروا تستغلوا على هذه المرحله عفوا. ومن بعد هنا خديت البندق، قسمت كل حبه على 2 هكذا، درت لهم 3 نصاصف هكذايا في الوسط يعني كتزيين انا كيما حبيتو. وفي هذيك النص حبه تاع بندقه درت له شويه عقيقشه، درت له شويه شوكولا بيضاء غير هكذا ينقوت هكذايا، ودرت هذوك العقيقشات البيضاء. هنا نعاودوا وخليتهم ينشفوا، هنايا نعاودوا نولوا القلوب تاعنا. اول حاجه درت انا حلوه الترك، يعني هذا حبيت نبدل شويه المذاق، درت حلوه الترك، حبيت نقاردي يعني اللون الابيض، قلت ندير بيض في بيض، ما حبيتش ندير، قلت ندير قبل هنا حلوه الترك ومن بعد راح تشوفوا راح ندير حليب محلى. يقعد لي شوفوا ندير ملعقه هكذايا، ملعقه صغيره في كل قلب هكذايا، باش يجيني يعني مع الوقت هكذايا يجيني هكذاك شامخ، يعني ما يجيش هكاك ناشف. مع نواه كوكو كامل قلت يجي شباب يعني يجي هكذاك معسل كيما راك تشوفوا. يعني هذه كتجربه جاتني سيغ بلاص درتها في راسي، ما حبيتش ندير الكراميل هذاك النورمال، ما حبيتش ندخل لون ماغون واحد اخر، ويعني راك تعرفوا اللون تاع الكراميل قلت نقاردي الابيض. ومن بعد راح نغطيها بنواه كوكو، هنايا نغطيها كامل على حسب القلب تاعنا ولا اي موديل تحب اي شكل تحبوا ديروه، نكملوا كامل هكذا. ومن بعد نديروها في المجمد، وكي نخرجوه من المجمد رايحين نديروه في الاسفل تاع الحبه الشوكولا اللي قعدت لنا ولا نطلو بها كيما راك تشوفوا هنايا. الشوكولا اللي قعدت لي هذيك اللي مخلطه بالحليب بشوكولا البيضاء عفوا، هذيك درت لها في الاسفل تاع الحبه. وهاي ليك بعد ما نحيتها من المجمد كيما راك تشوفوا. يعني الانسان يغير شويه، ما يقعدش في موديل واحد نوع واحد كيما راك تشوفوا هكذا. وخدمت ميم الموديل واحد اخر ما درتوش معاكم باش ما يزيدش يطول الفيديو، ديجا هكذا راه طويل. درت هذا النوع تاني بنفس الطريقه، برك الشكل يعني تعلموا اللي مختلف. هذا ما كان. شوفوا هنايا واش نقول لكم، هذاك القلب اللي قسمته شوفوا كيفاش راهو جاي معسل هكذايا، شوفوا كيفاش راهو جاي طري بزاف شباب. وهذا زينتهم بالورود، درت لهم شي عقيقشات، هذا ما قسمت لكمش الحبه باسكو مازالوا هكذاك الجديد وكامل، مع الوقت راح يشد روحو اكثر. زينتهم في الدونتيل ودرت لهم لي كيسات، وهذه هي النتيجه النهائيه. وهذوك المدورين درت لهم المربى تاع الفراز، وثاني درت لهم شي عقيقشات هكذايا يعني اللون منه ليه باش يجوا شابين، يعني كتزيين برك. هادو لمسات شوفوا برك نتوما هكذا. الا عجبوكم خذوا دوك لي مول تاع السيليكون دوك تاع الورود ولا هكا وزينوا انا كيما حبيتو، ولا ما كاش كامل ديروا ورق الذهبي، ولا ما كاش كاع ما ديروا لها والو، ديرهم في الكيسات يكونوا صغار بيضاء وخلاص كما كنا نديروا بكري. دوك هادو غير انا خاصه نحب ندير هادو للتصوير ماشي كيسيون يعني العقاش شكون حياكل عقاش كما راك تشوفوا هكذا. هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، يعني حاجه سهله تكملوها بالخف وما طيبش، يعني ما طيبش. هذو الناس الخدامات الاخوات الخدامات ولا يعني في اخر لحظه تقدروا ديروا هذه الوصفه، هذه راح تساعدكم بزاف بزاف بريزونطابل، يعني شوفوا تعمر العين وتانيك وبنينه تانيك. واش نقول لكم، وصفه ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتعطوني رايكم،
واش نقول لكم تلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده بحول الله. نخليكم تشوفوا الفيديو في غرضكم، نقول لكم تهلاو في روحتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونلتقي ان شاء الله في وصفات جديده بحول الله. سلام.